السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله يا ولد هنشرح. مستر، انا سمعت ان انت عملت، انا اسف المقاطعه الاول، انا سمعت ان انت عملت ملخص خطه انقاذ لاولى اعدادي. الحقني تانية اعدادي غرقان، ابويا لو عثر فيا هيعلقني مكان النجف. اتصرف. مش عارف اي حاجه في المنهج، الامتحان كمان اسبوعين، 10 دقايق بقى زيهم، ربع ساعه، اي حاجه، المهم احنا بنضيع. كل اللي يسيب اللي في ايده انسى كل اللي اتقال وكل اللي هيتقال وكل اللي قلناه وكل اللي كنا هنقوله. هنركز دلوقتي على خطة لإنقاذ ولادنا في تانية إعدادي، زي ما عملنا لإخواتهم في أولى إعدادي، وزي ما عملنا هناك 9 خطوات هنعملها هنا في 8 خطوات. هنتحدى نفسنا وهنتحدى الملل وهنتحدى ميلودي وهنتحدى محمد صلاح. احنا اهون من المخدرات، احنا اهون من محمد صلاح. بص يا سيدي، كالغيث كن املا وجد من دون مقياس. الموضوع بسيط جدا، هنرتبها على 8 افكار. 8 افكار. خليك معانا انت كمان اللي في الكاميرا. اول فكره ان احنا هنجيب الجمله بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي بتتكون من 3 عناصر لا يتغيرون ابدا: الفاعل ثم الفعل ثم عمك الحاج المفعول، نحط الشرط عشان ما تزعلش. والفاعل ده زي ما قلنا هو ده اللي بنبدا بالانجليزي دايما في اي وقت واي مكان واي زمان، وهو 7 اشخاص لا يتغير لا يتبدل لا يترحرح. له اي، انا، هي، هو، شي، هي، ات للميز وغير العاقل، يو انت يا علاء اللي معايا في الكاميرا، يوي احنا كلنا الناس اللي قاعده معايا، زي هم ناس مش معانا متابعين من حته ثانيه. ولكن احنا هنبدا عادي الجمله باي اسم عشان نثبت